الجنود دول كانوا بيتدربوا على القفز زي الضفادع كده، وفجأة أثناء التدريب واحد من المجندين أغمى عليه. المدرب خاف على سلامته فطلب ينقلوه على المستوصف، بس المفاجأة إن في واحد تاني أغمى عليه برضه، بس ده كان بيضحك عليهم يعني بيتمارض، وفعلا الاتنين اتنقلوا على المستوصف. الدكتور هناك كشف على الأول وقال إنه محتاج يرتاح 24 ساعة، أما التاني فكان بيضحك ومبسوط وبيسمع كل اللي بيحصل، والممرضة كانت جنبه وفهمت إنه بيضحك عليهم. راحت بسرعة تجيب طاقم طبي ومعاهم حقنة علشان يدوها له. أول ما الجندي شاف الحقنة خاف وسيب السرير وجري، بس حظه إنه اصطدم بالقائد مباشرة. القائد لما شافه قال له اطلع على غرفة القيادة واستناني هناك، هعاقبك. الجندي راح فعلا غرفة القيادة، وهناك شاف وحدة التحكم بتاعة الطيارة بدون طيار. الفضول مسك دماغه وبدأ يبص على الكابلات، لقى إن الكابلات متوصلة بنظام الأوامر. قرر يجرب يتحكم فيها، مسك العصاية جامد وبدأ يحرك الطيارة. لكن المدربة اللي كانت متابعة مسارات الطيران لاحظت إن في طيارة بدون طيار ماشية في مسار غلط. جريت بسرعة على غرفة القيادة، لقيت الجندي قاعد بيتحكم فيها وبيضحك كمان. دخلت عليه بالراحة وقالت له انت بتلعب في وحدة قيادة 8 مليار دولار، وأمرته إنه يوقف اللي بيعمله فوراً.